صباح الورد والهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير قوي. النهارده بقى جايه لكم بفيديو بوم جامد جدا بعد فترة طويلة وغياب كتير عليكم. انا عارفة ان انا غبت عليكم كتير قوي. متنسوش بقى في بداية الفيديو تحطوا اللايك واشتراك والسبسكرايب لأول مرة يشوف تحطوا قناتي. لايك ويوسف بيقول لكم حطوا لايك وكومنت كمان. يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا الحمام الكداب اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. معايا الفريك بعد ما نقعته، حطيته بمعلقتين سمنه كده، شوحتهم وحطيت بقى التوابل، حطيت فلفل اسمر وكمون وحطيت زبيب وحطيت مرقايه، تمام، وقلبته من غير ما احط له ميه، وبعد كده ركنته على جنب. معايا بقى في البطاطس في الصينيه ديت خضار. هعمل خضار معاكم مشوي، بطاطس طرنشات، طماطم طرنشات، ودوت العظم اللي هو مخلي من الايه، من الوراك، تمام، اللي هو خليهولي بتاع الفراخ زي ما انا بوريهولكم اهو. طبعا انا جبت بصلتين وقلبتهم الاول في معلقتين سمنه، وبعد كده نزلت عليه بالخضار اللي هو الطماطم والايه والبطاطس. معايا بقى الوراك اربع وراكه مخليين من العظم زي ما انتم شايفين كده، لحم بس. هنعمل مع بعضينا النهارده زي ما انا قلت لكم في بدايه الفيديو الحمام الكداب، وهيطلع معاكم زي ما انتم شفتوه في بدايه الفيديو. هيطلع معاكم جامد جدا وهيعجبكم قوي قوي، احسن من الفراخ اللي هي المحشيه فريك. لان في ناس كتير قوي، يعني في اغلبيه البيوت، انا عن نفسي بتكلم عن نفسي وعن اولادي، بنحب الوراك، ما بنحبش اللي هو الفراخ اللي فيها صدور، بنحبه بانيه بس. فبالتالي الوصفه دي عجباني جدا. تمام. انا دلوقتي جبت بقى، طبعا قلت لكم ان انا متبله الوراك دي ببصلايه كده وشويه فلفل اسمر وكمون وكل التوابل اللي عندك حطيها، تمام، وركنتها شويه. جيت بقى بعد كده هاخد من الفريك واحط ايه، واحشي الورك معايا زي ما انتم شايفين كده، تمام. بحشي بقى اللي هو من تحت الجلد كده، بحشي فريك، والدبوس اللي هو اللي بفضل احشيه كده لان بيبقى من مكانه مخلي، تمام. انا كده بحشي الورك، وبعد كده ايه، بتجيبي بقى ابره يكون ما خيطتش بيها قبل كده، لسه جديده، وبتجيبي خيط وبتبتدي اللي انت تخيطيها عادي، بتلمي الجلد، بتبتدي اللي انت تحشي الاول، وتبتدي ايه اللي انت بتلمي الجلد على بعضه كده وبتخيطي. بصي بتبتدي بقى انت اللي تحشي كده الفريك. هتعجبكم جدا الوصفه دي يا بنات. وبصي هي كدبه بيضه، يعني هو حمام كداب. هنعمل ايه؟ يعني فرحي اولادك وفرحي جوزك وفرحي كل اهلك وحبايبك. انت ممكن تعملها دي في عزومه، هتطلع جميله جدا، هتعجب اي حد. معايا بقى الابره والخيط. هبتدي طبعا اللي انا ايه اخيط كده بعد ما خلاص حشيت الورك قدامكم. هبتدي بقى اللي انا الم الجلد على بعض واخيطه. هو في التخييط صعب شويه، يعني بتحس ان هو ممل وصعب شويه، وعايز ايه، يعني عايز روقان يكون ايه. تعمليه قبل ما تعملي قبل الغدا بشويه، يعني على اساس ايه بياخد وقت في الخياطه، وان انت بتخيطي الورك بيكوني مجهزاه، ده بيوفر عليك الوقت يعني. لان بتفضلي تخيطي الورك ذات نفسه كله، فده بياخد معاكي وقت. بس بعد كده هتلاقي الموضوع سهل وبسيط يعني. بعد ما بتيجي تاكلي كده بتلاقي الاكل طعمه تحفه بجد، في الاكل جامد جدا، جربوه حتى لو هتجربيه في كميه بسيطه يعني. بصوا بقى، وما بتيجي كده تقطمي كده تقطمي كده الورك ذات نفسه كده مخلي من غير عظم، بجد بيبقى جامد قوي. انا طبعا عملت وركين وفاضل لي وركين كمان، او فاضل لي ورك اهو بس. بنفضه كده من البصل اللي انا متبلاه بيه. نبتدي بقى طبعا، لان انا مسكت البصل اللي انا متبلاه، وفضلت بقى احط من تحت الجلد ومن بره الجلد وكله، وسبته بتاع نص ساعه ولا ساعه كده في التتبيله دي. ببتدي بقى طبعا اللي انا بحشي كده زي ما انتوا شايفين، بتدخلي الفريك مكان العظم اللي هو ايه متشال، لان هو طبعا بتاع الفراخ هشيلك. انا بقول لك اهو حاول تعبي دوت يعني. الدبوس دوت اللي هو بيبقى الدبوس دوت لازم بيكون متشال منه ال- العظم. فبتبتدي اللي انت بتحطي مكانه الفريك، ومن ايه ومن تحت الجلد برضو كده بتحشي برضو الفريك، تمام. ما بياخدش وقت ولا اي حاجة.
بس انت حاولي، يعني هو بياخد مثلا ساعة في الفرن مش اكتر من كده، ساعة في الفرن وبتحطيه وبتبقى الخضار مشوي من تحت، عايزة تعملي جنبه اي حاجة تمام. بس هو كده الوصفة كاملة، لان اصلا لما بنيجي ناكل كنا بناخد من الصوص البطاطس والخضار المشوي والطماطم وكده، وكنا بنحطها على الفريك بتبقى جامدة جدا. ولما تحطي بقى شوية زبيب كده في الفريك بيبقى خطير، طعمه بيبقى جامد قوي. بص بمنتهى السهولة بتلم الجلد كده على بعضه، تبتدي ان انت بتخيطيها كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر دوت. طبعا انا خلصت كل الكمية اللي عندي وخيطتها زي ما انتوا شايفين، انا بوريلكم الشكل. بصوا بقى بقول لكم انا خيطتها ازاي. وطبعا العظم اللي هو المخلي دوت بتجيبيه، انا بجيبه عشان ينزل كمية الايه الدهون اللي فيه ويعمل صوص. بص بقى انا بوريكم الورك، بص منظر الورك بعد ما خيطته وبعد ما حشيته فريك عامل ازاي. يا جماله يا جماله يا تكاته يا حركات، مبدع يا ميرو. في ناس بقى طبعا بتسلق يعني بعد ما بتعمل كده بتسلق الوراك او بتسلق الفراخ بعد ما هي ايه. فانا بالنسبه لي اللي انا دخلته الفرن هيبقى بالنسبه لي كده احسن بكتير وحبيته صراحه. وكمان الوراك ما تفتحش معاكي والفريك يقع منك في الشوربه. انا بقول لكم بص انا خيطتها ازاي، ولميت الجلد على بعض وخيطتها، وتحسي ان الورك بجد بقى حمامه مش ورك. بجد بيبقى حلو قوي في العزومات، يعني بيبقى حلو قوي في العزومات وتغيير عن ما انتوا بتجيبوا الوراك وبتعملوها صينيه بطاطس وكده. واللي هو الفكره بتاعتي اللي انا عامله الخضار مشوي كده من تحت الحمام الكداب كده احسن يعني. بالنسبه لي كده احسن. ده بقى طبعا انا بوريكم بقى دوت العظم اللي هو خلاب، اللي هو المخلي اللي هو طلعوا لي بتاع الفراخ من الوراك. تمام. انا بحب احطه كده في صينيه يعني في صينيه البطاطس او في الخضار، بيعمل كميه سوائل حلوه وبيعمل صوص حلو قوي. بحب الصوص قوي اللي بيبقى نازل لما بتعملي كده كله ني في ني، يعني سواء الوراك او الحمام الكداب او كده بتعمليه في الفراخ بيطلع صوصه حلو قوي. انا طبعا دخلتها الفرن وخدت لون كده من غير ما احط اي دهون ولا اي حاجه، هي اتحمرت لوحديها. بس تشغلي عليها الفرن، ما بتشغليش الشوايه خالص، هي الوراك بتحمر لوحديها. طبعا ابتديت ان انا بقلبها، اللي اتحمرت معايا وخدت لون بقلبها. هما كلهم اصلا اتحمروا وانا قلبتهم، بس انا ايه سبت اتنين اوريهم لكم شكلهم قبل ما اقلبهم. ببتدي طبعا ان انا بقلب كده الخضار كله حلو قوي، الخضار من تحت الحمام الكداب. بص بقى الصوص جامد جدا. بحب قوي الصوص دوت اللي بيكون نازل لما بيكون كده حاطه من تحت الفراخ يعني. بيبقى عارفه الخضار بيتطعم كده، مش قادره اوصف لكم. انتوا لو ما تعملوها وتدوقوا طعمها تجربوها تبقى جامده جدا هتعجبكم. طبعا بص بقى منظر الحمام الكداب بقى عامل ازاي، بقى جامد جدا. بص المنظر عامل ازاي. ولا تقولي لي بقى اللي انت تسلقيه وبعد كده ترجعي تحمريه، لا بيفك والفريك بيقع ويبقى وحش، ما بيعجبنيش بصراحه. انا بحب كده الطريقه دي عجبتني، حتى لو تعمليها في الفراخ برضو هتبقى حلوه جدا. بص بقى انا بوريلكم البطاطس استوت. وصح يا بنات للعلم لازم تسخني، يعني تعملي شرايح البطاطس تخينه شويه عشان طبعا بتاخد وقت، يعني مثلا بتاخد لها بتاع ساعه. الحمام الكداب عقبال ما يستوي بياخد بتاع ساعه في الفرن، فلازم تخني شويه شريحه البطاطس عشان ما البطاطس ما تتريش معاكي. وبص العظم خد لون ازاي وقلبته زي ما انتم شايفين. وانا بوريلكم بص بقول لكم البطاطس بقت زبده، استوت جدا، بقت بجد جامده. بص واتقطعت معايا بجد بقت زبدة. والصوص بقى من تحت الحمام الكداب يا جماله بجد خطير. انتوا جربوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا. بص بقى منظر الحمام الكداب. في بقى ممكن واحدة تفتح منك زي ما انت كده زي ما فتحت مني، بس ما وقعتش في الصينية يعني. بس بجد طعمها جميل لما تاخدي بقى معلقة من الخضار من البطاطس والطماطم وتحطيها على الفريك بتبقى جامدة جدا. بجد ما تنسوش تعملوا الوصفة دي، الحمام الكداب هيعجبكم جدا. وبص بقى العظم اللي هو المخلي بقى عامل ازاي اللي احنا خليناه من الوراك. متنسوش يا بنات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب لأول مرة يشوف قناتي، تشجيعا ليا عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. وشجعوني بقى عشان استمر معاكم عشان بجد القناة
يعني في الاحباط جدا بصراحه، محبطني مش مخليني اعرف انزل اي حاجه. بص بقى الفريك مستوي ازاي، جامد جدا. انا بوريلكم منظر الفريك. بصوا يعني فتحت لكم واحده كده اوريكم منظر الفريك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.